بسم الله الرحمن الرحيم. من فتن الجوالات المقاطع الخليعة والصور التي تخدش الحياة. المقاطع الخليعة يا شباب المسلمين، هذه المقاطع التي انتشرت في جوالات الشباب كانتشار النار في الهشيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا الله رباه رباه وخجلتاه. ما الذي في جوالات الكثير من الشباب؟ فيها مقاطع الزنا ومقاطع الخنا، مقاطع تخدش الفضيلة وتخدش الحياة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيا من كان محملا في جوالاته مثل هذه المقاطع، اتق الله اتق الله، فإنك قد جنيت على نفسك بتحميلك لهذا المنكر. ماذا ستقابل ربك؟ بماذا ستقابل ربك إن مت وأنت على ذلك؟ إن مت وأنت محمل لهذه المقاطع ومقتني لهذه الصور في جوالك، ستكون موتتك موتة سيئة، سيختم لك بالسوء والعياذ بالله. يا من كان مولعا بهذه المقاطع، خف الله إن بطش ربك لشديد. أما تخشى من عقوبة عاجلة؟ أما تخشى من نكبة؟ أما تخشى من مصيبة بسبب هذه الذنوب والمعاصي؟ وهكذا راقب الله راقب الله. يا من ينظر إلى هذه المقاطع الخليعة في غرفة مغلقة أو في مكان منعزل عن الناس، أين مراقبتك لله؟ الله يراك، الله مطلع عليك. أين ستفلت من نظر الله ومن رقابة الله؟ إذا خلوت يوما من الدهر فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني، إن الذي خلق الظلام يراني. يا الله، ما الذي في جوالات كثير من الشباب؟ أيعقل هذا أن يكون عند الواحد منهم كذا مقطع من الزنا بعناوين مختلفة. أهل الشر يتفننون في هذه المقاطع، يتفننون فيها حتى يغروا الشباب وحتى يضيعوا الشباب في بؤر الفساد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل من هذا الصنف من الشباب الذي يسمح لنفسه أن يكون قاذورة من القاذورات، أن يكون وحلا من الأوحال، والعياذ بالله. فمن كان متلطخا بهذا الأمر الفظيع الذي في الحقيقة بدأ ينتشر بين شبابنا وبين أولادنا، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يبادر إلى مسح تلكم الذواكر التي حمل فيها هذا البلاء، والذي وضع فيها
هذا المنكر الفظيع الذي يجب على كل واحد منا إنكاره. يا أيها الأب، فتش تلفون ابنك، فتش جوال ولدك. أنا لا أدعوك إلى أن تنزع الثقة من ولدك، لكن أدعوك إلى أن تكون حريصا على ولدك. أدعوك إلى أن تتابع ولدك، فإن رفقاء السوء لن يتركوه وشأنه لا زالوا به حتى يردوه في باطلهم وحتى يغمسوه في شرهم. قل لي من تصاحب، أقول لك من أنت، وخير من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، فلينظر أحدكم من يخالل. فكثير من الشباب كانوا لا يعرفون هذه الأمور، كانوا لا يعرفون هذه الأمور التي في الجوالات، فبسبب المجالسة عرفوها وأشاعوها وأذاعوها، وكانوا المروجين لها. هذا البلوتوث، وما أدراك ما البلوتوث، ينقل المقاطع مجانا، وإذ بالشاب يتلقف تلك المقاطع ويعطيها الآخر، وهكذا سلسلة. مجموعة من الشباب يفسدون بسبب مقطع واحد، ربما آلاف من الشباب يفسدون بسبب المقطع الذي أرسلته أنت. تتحمل أوزارهم يوم القيامة، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ألا ساء ما يزرون. بعض الناس يحسب أن المسألة سهلة، لا والله ما هي سهلة. 1000 2000 3000 من الشباب الذين وصلهم المقطع الذي أرسلته أنت، كلهم في أوزارك، أوزارهم في أوزارك تتحملها أنت من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. فينبغي علينا يا معاشر الآباء أن نفتش جوالات أبنائنا وأن نصفيها من هذا المرض. هذا مرض النظرة إلى المقاطع الخليعة، مرض في القلوب يجعل الشاب بعيدا عن المسجد، بعيدا عن الصالحين، بعيدا عن حلق العلم، بعيدا عن حلق الذكر. قال بعض السلف: رب نظرة أورثت في القلب حزنا طويلا. ويقول بعضهم: النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، من سهام إبليس مسموم. شبابنا الآن، شبابنا لماذا، كثير من شبابنا لماذا يسلكون الطرق المنحرفة؟ زنا، لواط. لماذا يجري الشباب أو بعض الشباب وراء اللواط ووراء الأولاد المردان؟ بسبب هذه المقاطع التي يرونها فتهيجهم فيصيرون مثل الذئاب المسعورة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه نصيحة من مشفق، نصيحة من مشفق، أن نجنب أولادنا مثل هذه المنكرات، وأن نبحث عن هذه المنكرات في جوالات أولادنا، فإذا وجدناها مسحناها، وإذا رأينا أن الولد يكرر مثل هذا أخذنا عليه الجوال. لا داعي لأن يأخذ جوالا متطورا، إذا أراد جوال يأخذ جوال من هذه الجوالات الناطق أو غيره التي ليس فيها ذلك التطور الذي كم أودى بالشباب إلى بؤر الفساد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الناس، إن موضوع الشباب موضوع طويل وذو شجون، لكن أردت في هذه المحاضرة أن أضع النقاط على الحروف وأن أنبه على هذا الأمر العظيم. أخشى أن يعمنا الله عز وجل بعذاب إن سكت بعضنا على بعض في هذه المنكرات وفي الضياع الذي يعيشه شبابنا، في الضياع
الذي يعيشه كثير من شبابنا. فلا بد من وقفة لله عز وجل ضد من يريد بشبابنا الضياع.